طيب احنا عندنا في الاوتوميشن، عندنا في الاوتوميشن في اكتر من حاجه. احنا زي ما ذكرنا كده احنا عندنا حاجه اندستريال وعندنا بيلدينج اوتوميشن. بالنسبه للاندستريال كان في اكتر من بروتوكول. طبعا احنا يعني مش كلهم مهمين بالنسبه لنا ان احنا نكون عارفين ايه اشهر حاجه مثلا فيهم هو ايه المود باس والباك نت، لان هو برضو بيبقى ايه بيخش معانا شويه في موضوع البيلدينج اوتوميشن. طبعا احنا عندنا في البيلدينج اوتوميشن في البدايه خالص كان في حاجه اسمها زيج بي وزي ويف ولون توب والكي ان اكس، ده كان احدث حاجه واشهر حاجه. الزيج بي والزي ويف هم يعتبر من ضمن انظمه الوايرلس سوليوشنز. يعني ايه؟ يعني انا بيبقى موجود عندي المنزل ده مثلا بيبقى موجود فيه زي سنترال هاب شبه الراوتر كده بالظبط اللي موجود عندنا، بيتكلم زيج بي او بيتكلم زي ويف. وبيبدا ان انا ايه اجيب الديفايسز اللي موجوده عندي، ابدا اعمل لها ايه زي بلاج اند بلاي كده، او حاجه اسمها يعني دي يور سيلف، انت تقدر تعملها بنفسك، مش محتاجه ان انت تعمل لها تصميم، ولا محتاجه ان انا مثلا ممكن تكون موجوده فيها مهندسين. في شركات كتير جدا شغاله فيها، وفي بيبقى اجهزه بقى كتير شغاله فيها. بس انت مثلا حتى لو انت جبت حاجه بالنسبه لك لوحدك، انت ممكن تقدر لو انت عندك خلفيه بسيطه تقدر ان انت تشغلها، مش هتحتاج ان انت تبرمج فيها حاجات كتير. يعني الموضوع بيبقى فيها بسيط جدا يعني. فالزيجبي والزي ويف هو من ضمن الاوتوميشن بروتوكولز اللي هي الوايرلس. طبعا في معاهم برضو الواي فاي. الواي فاي برضو من ضمن الحاجات اللي هي بتبقى عندي انا بسيطه جدا في التعامل في التطبيق وهكذا. بس المشكله ان عندي ان انا مثلا الزيج بي والزي ويف هم مش يعني مش هقدر استخدمهم في سكيل المباني الكبيره، ولا هقدر استخدمهم مثلا في سكيل الفيلا الكبيره. ليه؟ لان احنا زي ما احنا عارفين ان انا عندي الويفز بتتاثر بالكونستراكشن. كل ما الكونستراكشن كان عندي زياده في مكان، او سمك الحيطه كبير، او ايا كان حاجات زي كده، ده بيأثر لي طبعا على يعني الدرجه قوه الاشاره اللي بتبقى واصله لي. فاصبح كده ان زي شبه الموبايل كده بالظبط، ممكن تكون قاعد في مكان هو حرفيا فعلا ما فيش فيه شبكه. الفكره دي كلها في ايه؟ بسبب الكونستراكشنز، بسبب المكان اللي انت ممكن موجود فيه مش واصله شبكه كويسه. فعشان كده الزيج بي والزي ويف مش هي افضل السوليوشنز اللي احنا مثلا بنستخدمها على السكيل الكبير. انما الكي ان اكس بالنسبه لنا لا، الكي ان اكس احنا عندنا في منه وايرد وفي منه وايرلس. فالموضوع في الكي ان اكس بقى فيه شويه فلكسبيليتي اعلى بقى بكتير، بقى فيه شويه حاجات كده. لان احنا مهما كان يعني احنا لو هنتكلم مثلا في الكي ان اكس على موضوع الكيبلز، هتيجي تقول لي طب ما في ار اف. هقول لك هي الار اف يعني نادر استخدامها غير في كيسز معينه، مش بالضروره ان انت تلاقي مشروع بالكامل من بدايته في كي ان اكس ار اف، او في كي ان اكس مثلا اللي هما زي ما بيقولوا كده وايرلس سوليوشنز. يعني دي حاجات بنبدا نستخدمها في مرحله تانية من المشروع، هذكرها لك برضو لما نيجي للنقطه بتاعتها. انما الفكره كلها الكي ان اكس ستيبل. ليه؟ لان الكي ان اكس انا عندي هو سيستم مهما كان في الاول وفي الاخر اشارات كهرباء بتتنقل في سلك. فانا طول ما انا عندي ماشي يعني على المعايير المعينه اللي محددها لي الاسوسيشن، وماشي على المسافات المظبوطه، وحاسب حساباتي مظبوطه، الحاجات دي كلها، الاشاره الكهربائيه مش هتتاثر في السلك لسببين. السبب الاولاني انت عامل الدراسه بتاعتك مظبوط. السبب الثاني ان انت هيكون عندك الكيبل بتاع الكي ان اكس اصلا هو كيبل شيلدد، يعني غير مثلا الكات 6 وغير الحاجات دي كلها. اي نعم احنا ممكن نستخدم الكات 6 مكان الكي ان اكس كيبل، ولكن الكي ان اكس كيبل فكرته ان هو شيلدد وليه معايير معينه وماشي بيها وكده يعني. فانت مهما كان الكي ان اكس كيبل لو ماشي جنب اي كابل كهرباء او ايا كان اللي موجود عندك، طبعا مش هاي يعني مش ميديم فولت ولا حاجه، يعني كده كده مثلا حاجات في اللو فولتج، الكابلات بتاعت اللو فولتج، هيبقى بالنسبه لك الدنيا فيها تمام، مفيش فيها اي ماجنتيك فيلد يعمل تاثير على السيستم عندك.